بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلية الطب من الكليات المرموقة والمهمة في كل جامعة طنطا وفي كل الجامعات، ودايما هي كلية الطب هي قلب الجامعة. إذا صلحت صلح الجامعة، وإذا فسدت فسدت الجامعة، وهي إن شاء الله أتمنى أن تكون كلية صالحة. ليه الكلام ده ليس تحيزا لكلية الطب، ولكن كلية الطب بتؤدي خدمة مباشرة للمجتمع. في كلية بتؤدي خدمات عظيمة للمجتمع، بس ممكن تكون خدمات غير مباشرة من خلال تنفيذها لرؤية الكلية ورسالة الكلية. ورؤية الكلية إنها تبقى كلية متميزة كواحدة من أرقى كليات الطب في مصر وفي الشرق الأوسط، وإنها تعرف كمان كمدرسة طبية متميزة في خدمة مجالات التعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة صحية. ده رؤيتنا، شايفين نفسنا ككلية طب بهذه الرؤية. ورسالتنا يعني المجتمع شايفنا إزاي؟ هيشوفنا من خلال الخريج. الآخر كل اللي بنقول ده كلام إذا انتهى إلى خريج على درجة علمية عالية من الكفاءة والمعرفة وقادر على تقديم الخدمة الصحية اللازمة والتواصل مع المجتمع، يبقى احنا حققنا رسالتنا. وهي دي رسالة الكلية المكتوبة. أنا بدلل إن الرؤية والرسالة ليس كلاما، ولكن رؤيتنا شايفين نفسنا إزاي والمجتمع هيشوفنا إزاي من خلال خريج كلية الطب. أهمية تطبيق معايير الجودة اللي هي جودة المنتج. وجودة المنتج عندنا هو الطالب اللي هيبقى طبيب بعد كده، لا يختلف عليها اثنين. ممكن نختلف على طرق الوصول إلى معايير الجودة، لكن لا يجب أن نختلف على أن الجودة أمر حتمي ومطلوب. والجودة معناها أن أنا أحترم العقد اللي بيني وبين الطالب أو بيني وبين المجتمع. الطالب لما جالي أنا عملت عقد بيني وبينه أن أنا أدرس له حاجات معينة، وأخرجه صورة معينة، وأوصل له معلومات معينة ومهارات معينة. هذه الصورة والمهارات اللي هي تبقى في النهاية مخرجات التعلم يجب أن يدرسها بطريقة معينة. يجب أن يعلمها الطالب اللي احنا بنسميها في المنهج بتاعنا أو الكورس بورتفوليو، ويجب أن يلتزم بها الأستاذ لتخريج هذا الطالب، ولا يترك الأمر لأمور اجتهادية. ترك الأمر لأمور اجتهادية هيؤدي إلى أن الأستاذ متميز جدا يديله معلومات 90%، وأستاذ غير متميز هيديله معلومات 10%. لكن وجود طريقة منتظمة ومبرمجة لتدريب الطالب هيؤدي إلى وصول المعلومة بطريقة صحيحة بنسبة 60 ل 70%. وإذا كان هناك إبداع واجتهاد من الأستاذ ممكن نصل إلى 100%. فإحنا على الطريق للاعتماد. الاعتماد في صالح الطالب هيحقق للطالب في النهاية كلية معترف بها، شهادة معترف بها، يقدر يعمل بها في سوق العمل المصري وغير المصري. وفي نفس الوقت الطالب اللي هيؤدي في سوق العمل ده هيبقى ممثل جيد لكليته. كليته هيزيد ميزانيتها بعد الاعتماد. احنا على طريق الاعتماد عندنا زيارة المحاكاة يوم 2 و3 و4 10، زيارة الاعتماد بعد شهر شهر ونص. الاعتماد هو في مصلحة الطالب بالدرجة الأولى، في مصلحة الخريج بالدرجة الثانية، في مصلحة الموظف بالكلية في الدرجة الثالثة. فاحنا كلنا معا في طريقنا للاعتماد. شكرا.